نهاية الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم الأخيرة، التصفيات الثالثة، وجولة خرافية مدمرة، جولة غير متوقعة، مفاجئة للجميع. فرق كبيرة تخسر، فرق كبيرة تتعادل، فرق يعني خلينا ندخل بالتفاصيل أحسن. السلام عليكم، وياكم ابن أيوب، ورجعت لكم بمقطع جديد. حبايب قلبي، قبل ما يبدأ الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات حتى يوصلك كل شيء جديد وحتى نستمر إن شاء الله. طبعا ملامح الجولة كانت واضحة من المباراة الأولى، تحديدا مباراة المنتخب البحريني أمام المنتخب الأسترالي الساعة 1:10 الظهر. طبعا يا أصدقائي، بفيديو التوقعات لحد يلومني، ماكو أي إنسان يعني يفتهم بكرة القدم راح يرشح المنتخب البحريني على المنتخب الأسترالي إلا الجماهير البحرينية أو المحبة للمنتخب البحريني فقط. أما ما حدث يعني أريد أقول نقطة، بالفترة الأخيرة الكرة الحديثة يعني صعب تشوف فوارق كبيرة بين المنتخبات والأندية، الجميع ينافس، منتخبات بسيطة تتغلب على منتخبات عريقة. أنا ما أقصد البحرين، أقصد بكل الأندية والمنتخبات. لكن مثال المنتخب البحريني صراحة منتخب متطور، وأنا ذكرت هذا الشيء بالفيديو السابق وقلت يقدمون كرة جميلة ومتطورين جدا، لكن المنتخب الأسترالي أفضل، وما زلت عند رأيي المنتخب الأسترالي أفضل. لكن اللي حدث بالشجاعة والتكتيك، يعني مدرب المنتخب البحريني يعني صراحة قدم مباراة تكتيكية عالمية جدا، وصراحة هدف البحرين بالوقت القاتل استحقاق تام. الجهد اللي بذلوه جعلهم يستحقون الهدف. والشوط الثاني المنتخب الأسترالي يعني داخل حاقد على المنتخب البحريني، وخرج من أجواء اللقاء. شاهدنا تدخلات عنيفة وكارتات صفر مجانية، وأيضا حالة طرد. نعم، المنتخب الأسترالي استحق حالة الطرد، وأيضا المنتخب البحريني استحق يسجل هدف على المنتخب الأسترالي ويخرج بالنقاط الثلاث لتشتعل المجموعة. يا جماعة، المجموعة الثالثة راح تصير غريبة جدا وصعبة جدا، يعني فعلا هي أصعب مجموعة بس غريبة. يعني تخيل بالصدارة اليابان طبيعي جدا، والبحرين، استراليا والسعودية أسفل الترتيب. أكو غرابة بالموضوع، لكن لكل مجتهد نصيب، والمنتخب البحريني استحق وبكل جدارة الانتصار على المنتخب الأسترالي، طبعا بالروح والعزيمة والتكتيك الصح. رغم الفوارق، لاعبين المنتخب الأسترالي يلعبون بأفضل الأندية وعندهم أسماء كبيرة جدا واحترافية للغاية، يعني عكس المنتخب البحريني أغلب لاعبينه يلعبون بالدوريات العربية أو الدوري المحلي. وأزيدك من الشعر، بيت المباراة كانت في سيدني في استراليا. والله شغلة غريبة ماكو أي شخص يتوقع هذا الشيء. صراحة أنا واحد من الناس توقعت خسارة المنتخب البحريني، أعتقد 3-1. فبالأخير ألف مبروك للمنتخب البحريني. تعال 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 تعال، بعدك ما ضاغط اللايك، اضغط زر اللايك. يلا، أنا ابن أيوب وهاي قناتي باليوتيوب، أقدم محتوى رياضي، اضغط زر اللايك. شكرا. المباراة اللي بعدها بين البعبع الآسيوي وبين بلد المليار الصين، متميزة بكل شيء بالعالم إلا بكرة القدم. عندكم مليار شخص، ماكو 22 لاعب، 22 لاعب ممتازين يقدرون يسيطرون على القارة الآسيوية؟ صعب جدا. المنتخب الياباني الصراحة أنا توقعت انتصار اليابان 4-0، لكن اليابان زاودوا علي بالكرم، قالوا 4-0 احنا اكرم، هاي 7 انتصروا 7-0 على المنتخب الصيني. والغريب اليابان سددت على المرمى 9 تسديدات فقط، سجلوا من عندها 7. شنو المعدل الدقيق هذا؟ يعني ضيعوا بس ركلتين ضيعوا من اصل 9 يا اخي، سجلت من عندها 7. شلون؟ المنتخب الياباني منتخب مخيف، ورسالة قوية للمجموعة انه اني اما الصدارة او لا شيء اخر. المباراة اللي اثلجت الصدور بين المنتخب الفدائي الفلسطيني ومنتخب كوريا الجنوبية، ثاني بعبع بآسيا. المنتخب الفلسطيني يحدث المفاجأة في كوريا. يا أخي، شنو اللي جاي يصير بملعب كوريا الجنوبية؟ المنتخب الفلسطيني يخرج متعادل أمام كوريا الجنوبية في ملعب كوريا الجنوبية، تعادل سلبي
يعني وكان المنتخب الفلسطيني النت قوي وصعب جدا على المنتخب الكوري، وسجلوا هدف لكن ألغي بداعي التسلل يعني والله. بس اكو نقطة مهمة الجماهير لازم تعرفها، اكثر شيء ملفت في هذه المباراة الحكم. يا جماعة هذا الحكم انا شايفه والله عاد الي يعني صدق ألم لما شفت هذا الحكم، تألمت. علي رضا فغاني الأسترالي الإيراني الأصل اللي تسبب بطرد أيمن حسين. يا أخي شو وقت تتخطى؟ مر على الحادثة سنة تقريبا، شو وقت تتخطى؟ صعبة. ألف مبروك للمنتخب الفلسطيني الشجاع، والله قدمتوا مباراة أسطورية، ومن الجيد يعني كسرتوا هيبة كوريا الجنوبية من أول لقاء. رغم المباراة الثانية راح تكون صعبة جدا على المنتخب العماني، راح يواجه منتخب كوريا الجنوبية اللي متعادل بأول جولة، يعني راح يقدمون نفسهم بكل شراسة. إن شاء الله كل التوفيق للمنتخب العماني. لكن المنتخب الفلسطيني كسرتوا هيبة المنتخب الكوري الجنوبي، ويعني أزحتوه من الصدارة، شعلتوا الصدارة، شعلتوها. طبعا أنا ذكرت في فيديو التوقعات، رغم أنه ذكرت بالمنطق أنه المنتخب الكوري الجنوبي انتصر على منتخب فلسطين، لكن بنفس الوقت ذكرت أنه النقطة الإيجابية اللي تميز المنتخب الفلسطيني أنه راح يلعبون لأجل سعادة الشعب. يعني راح ما تعرفون هذا الإحساس، طبعا هذا الإحساس عاش العراق هواي. الحمد لله والشكر، يعني صدق فرحة للمنتخب الفلسطيني وللجماهير العربية بصورة عامة. المباراة اللي بعدها اللي قلت مباراة سريعة نتطرق لها، أوزبكستان وكوريا الشمالية. طبعا أنا ذكرت أنه ممكن المباراة تنتهي أما 1-0 أو 2-0 لصالح أوزبكستان، وبالفعل هذا اللي حدث. انتصرت أوزبكستان 1-0 على كوريا الشمالية اللي ضيعت ركلة جزاء بالدقيقة 40. طبعا المباراة كانت بين كوريا الشمالية وجلال الدين ماشاريبوف، قدم مباراة أسطورية. هذا اللاعب شنو، هذا المفروض يحترف بأفضل الدوريات، والله قدم كل هجمة، هو أساس الهجمة، أما هو صاحب الإنهاء، أما هو صاحب الصناعة، تمريرات مفتاحية، تمريرات عرضية، تمريرات طولية، بكل مكان موجود، دفاع وسط هجوم. والله لاعب يعني ممتاز، يستحق رجل المباراة عن جدارة واستحقاق، قدم مباراة مثالية، وطبعا هو صاحب الهدف لمنتخب أوزبكستان. المباراة اللي بعدها مباراة إيران وقرغيزستان. طبعا أنا رشحت إيران تنتصر بنتيجة 2-0 أو 3-0، واللي حدث المنتخب الإيراني انتصر بنتيجة 1-0 عن طريق مهدي طارمي. راح تقول إنه إيران بعبع، قرغيزستان يعني منتخب ما معروف، يعني أكو ناس ما تعرف موقع على الخريطة أساسا. لكن يا صديقي الجولة الأولى مو مقياس، صدقني ممكن إيران بالجولة الثانية تحرث الأرض حرث، يعني كل شيء متوقع بالجولة الأولى. هذه هي الجولة الأولى، يعني صعب اللاعبين ما منسجمين ويا المدرب، يعني هستوهم راجعين من النادي، تعب، سفر، خطط مشتركة بين خطط النادي وخطط المنتخب، فالجولة الأولى مو مقياس دائما. المباراة اللي بعدها اللي أجمل ما بها هي الجماهير. طبعا المباراة كانت بين المنتخب العراقي أسود الرافدين والمنتخب العماني الشقيق. المباراة كانت في ملعب البصرة في العراق. أجمل شيء بالمباراة اترك الفوز واترك الخسارة وهذا شقيقي وهارد لاك وألف مبروك، لا، أجمل شيء الجماهير، كمية الحب بين الجماهير مو طبيعية. يعني والله الواحد يفرح صراحة لما يشوف هيك مناظر، يعني صدق جميلة. استقبال العراقيين للعمانيين، وايضا يعني لطافة الجماهير العمانية، والله انتم منين لكم هاي اللطافة، ايش قد لطيفين. طبعا الجماهير العمانية يعني بعد شوي يقول لك يلا فوز انت، ما يخالف انت اخوي، والله يقولها، والله العظيم يقولها. الجماهير العمانية جماهير لطيفة ومسالمة الى درجة، والجماهير العراقية محبة للشعب العماني وللجماهير العمانية. المباراة انتهت لصالح المنتخب العراقي بنتيجة 1-0 عن طريق أيمن حسين في بداية المباراة. بعد ذلك مباراة نوعا ما مملة. طبعا تعليمات كاساس يعرف أنه الجولة الأولى جولة غدارة، فقال لك اضرب وانهزم، سجل الهدف الأول من البدايات، وهاي التعليمات كانت واضحة. العراق كان ضاغط في بداية المباراة، لذلك سجل الهدف واستثمر هذا الهدف إلى غاية الدقيقة 90 إلى نهاية الصافرة. طبعا التعليمات كانت واضحة، ارجع، دافع، اغلق كل المنافذ
للعلم المنتخب العماني تعرض إلى حالة طرد في الوقت بدل الضايع من الدقيقة 90. ألف مبروك للجماهير العراقية وللشعب، وهارد لك يعني من كل قلبي للسلطنة. يعني قدمتوا مباراة طيبة. طبعا الطرف الأفضل كان المنتخب العماني هجوميا، يعني حاول أكثر من مرة، بس هذا يعني بتعليمات من المدرب. الدفاع عمل اللي عليه، أيضا الهجوم سجلوا هدف. أيمن حسين يا بطل والله، يعني كل كلمة بحقك قليلة. وين المشككين اللي كانوا يتنمرون على أيمن حسين وينتقدوه وينتقصون منه؟ بآخر 28 مباراة أيمن حسين سجل ب23 مباراة من عدهن. يا أخي أرقام ترى فلكية. أنتوا اشتردونا كل لعبة يسجل 3 أهداف. والله الرجل يعمل أكثر من المطلوب من عنده. شكرا جزيلا أيمن حسين، وشكرا كل لاعبين المنتخب الوطني والكادر التدريبي. المباراة اللي بعدها يعني مفاجئة، رغم أنه أنا قلت أنه المباريات العربية صعب التكهن بها، لكن مفاجئة. بطلة آسيا تخسر 3-1 من المنتخب الإماراتي وبأرض المنتخب القطري. يعني شلون صارت هاي؟ المنتخب القطري تقدم بنتيجة 1-0 على المنتخب الإماراتي. المنتخب القطري سجل الهدف الأول من أول تسديدة على المرمى وآخر تسديدة على المرمى. بعدها المنتخب القطري لم يسدد ولا تسديدة على المرمى. المنتخب الإماراتي صنع ريمونتادا فلكية بتسجيل 3 أهداف، هدف أجمل من الثاني. طبعا راح نحتار بهاي الجولة منه أجمل هدف، لأن أعتقد المرشحات الثلاثة 3 للمنتخب الإماراتي. يعني المباراة كانت غريبة جدا، ومنعرج المباراة كان ركلة جزاء. حينما كانت النتيجة 2-1 انحسبت ركلة جزاء للمنتخب القطري، عاد الحكم للفار وألغى ركلة الجزاء. بعدها سجل المنتخب الإماراتي الهدف الثالث وأقصى على أحلام المنتخب القطري. المباراة القادمة، المباراة اللي سببت لي مشاكل بالتعليقات ونعتوني بالحاقد وما أعرف شنو، يعني هواي كلمات. مباراة بين المنتخب الأردني والمنتخب الكويتي. طبعا أنا ذكرت الأفضلية للمنتخب الأردني، لكن بنفس الوقت المنتخب الأردني غير مستقر، وكذلك المنتخب الكويتي منذ زمن غير مستقر. لكن هذه بداية جديدة للكرة الكويتية، وأعتقد راح يقحمون نفسهم بشكل جيد في البطولة. اللي حدث المنتخب الأردني، جماهير المنتخب الأردني دخلوا لي بالتعليقات: يا أخي أنت حاقد، أنت عراقي، أنت بعدك ما ناسي أيمن حسين. يا أخي والله أنا جاي أتكلم من وجهة نظري، ممكن تتفق وممكن تختلف. واللي صار أنا طبعا إيش رشحت أما انتصار المنتخب الأردني، أو بنسبة 50% المباراة تنتهي تعادل، وهذا اللي حدث فعلا. المباراة انتهت تعادل 1-1. سجل التعمري بداية اللقاء، وبآخر لحظات المباراة سجل المنتخب الكويتي ركلة جزاء. فيا صديقي العزيز، أنا من ذكرت هذا الشيء بناء عن بعض الإحصائيات، بعض التوقعات، بعض الدراسات، ممكن تصيب وممكن تخيب، وهل صابت فعلا؟ فيا صديقي ماكو داعي تنعتني بالحاقد والعراقي الغير منصف لا بلا 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 بلا. ألف مبروك للفريقين وهارد لك للفريقين. إن شاء الله أخوة متحابين بيناتكم، والنتيجة يعني صالح الطرفين. رغم أن المباراة كانت بالأردن، يعني المفروض الأفضلية للمنتخب الأردني، لكن اللي حدث، وطبعا كانت هنالك ركلة جزاء للمنتخب الأردني لما كانت النتيجة 1-0. رجع الحكم للفار وألغى ركلة الجزاء، بعدها حسب ركلة جزاء للمنتخب الكويتي، وهنا منعرج المباراة. فاللي صار تشاركوا النقاط والمجموعة مشتعلة، يعني كل اللي جاي يصير بهاي المجموعة غريب. والصدارة تذهب إلى المنتخب العراقي وحيدا من انتصار، وباقي المنتخبات كلها انتهت بالتعادل عدا المنتخب العماني. إن شاء الله بالتوفيق بالمباريات القادمة، خسر أمام المنتخب العراقي. المباراة الأخيرة اللي هي أجمل مباراة بالجولة، والله يعني ما أعرف إذا تريد تختلف وياي ما راح أوافقك الرأي لأول مرة. أجمل وأمتع مباراة بالمجموعة بين المنتخب السعودي ومنتخب إندونيسيا. يا أخي إندونيسيا اللي كل مجموعة بها العراق لازم تلقى إندونيسيا، وبكل مباراة ننتصر عليهم ونقول فرحانين منتصرين على إندونيسيا. شفتوا هاي إندونيسيا؟ شفتوا يعني قدموا أداء أسطوري، أحرجوا المنتخب السعودي إلى حد صافرة النهاية. المنتخب السعودي ترى مرشح يكون بصدارة المجموعة، عنده منتخب مخيف، مدرب ممتاز مانشيني. لكن اللي حدث
المنتخب الإندونيسي سجل هدف ببداية اللقاء وكان خطير، ولولا رعونة المهاجمين أو لاعبين إندونيسيا بصورة عامة لسجلوا أكثر من هدف. وأيضا المنتخب السعودي سجل هدف بنفس الطريقة مغالطة، اصطدمت بالمدافع وتغير اتجاهه وتعادلوا. ولكن المنتخب السعودي اتحصل على ركلة جزاء تقريبا بآخر ربع ساعة من عمر المباراة ضيعها سالم الدوسري. بس أعتقد ركلة الجزاء كان ممكن تنعاد، أعتقد الحارس قدم خطوة، ما أعرف أنا مو خبير تحكيمي يعني 100%، لكن عندي وجهة نظر ممكن تنعاد وممكن ما تنعاد. اكتبوا لي أنتوا رأيكم بالتعليقات، هل ركلة الجزاء بين السعودية وإندونيسيا كان لازم تنعاد؟ فبالأخير انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي. أنا رشحت انتصار السعودية 3-0 يعني، لأن أعرف إندونيسيا إحنا دائما تصير المجموعة العراق وإندونيسيا وفيتنام هاي حفظناها، فأعرف أداء المنتخب الإندونيسي. لكن هذا المنتخب هذا ما أعرف، هذا المنتخب الإندونيسي اللعب اليوم أمام السعودية ما أعرفه ولا شايفه. طبعا تكتيك واللعب سريع، رتم عالي، يعني قدموا مباراة ممتعة جدا جدا. وطبعا كذلك المنتخب السعودي قدم أداء أسطوري، لكن الحظ ما حالفه بأكثر من لقطة. بالأخير ألف مبروك للفائز وهارد لك للخاسر، والمتعادلين همنا ألف مبروك وهارد لك بنفس الوقت. إن شاء الله كل التوفيق لمنتخباتنا العربية بالجولة القادمة. انتظروا الفيديو بعد يومين أو 3 إن شاء الله راح أتكلم عن الجولة الثانية. وبس اللي هنا وصلنا لنهاية المقطع حبايب قلبي، لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات حتى نستمر ويوصل لك كل شيء جديد إن شاء الله. مع السلامة.